وانا معاك فعلا، النتائج مش متوقعه انك تكسب فعلا السعوديه في جده 4-0 وتتعادل مع اسبانيا في اسبانيول 0-0، المصنف الاول عالميا والمرشح الاول لبطوله كاس العالم واللي واخد اليورو اخر يورو، واللي كان عامل واخد يورو مش مجرد باي لك ولا حاجه، لا ده كان اداء ونتيجه. فانت بتلعب فعلا منتخب مختلف ومنتخب فوارق كبيره جدا عن باقي منتخبات العالم، مع افضل جناح في العالم بتتكلم عن لامين يامال اللي قيمته التسويقيه 200 مليون يورو، ومع افضل خط وسط في العالم بتتكلم عن بدري اللي قيمته السوقيه برضه تقريبا 150 او 200 مليون يورو. فانت بتلعب منتخب ضخم. لامين لعب 45 دقيقه وبدري لعب 45 دقيقه. الشوط الثاني ديلافونتي غير وسط ملعب كامل لما شاف مفيش حلول، لما شاف انت بتعمل قدامه الديفنس زي الكتاب ما بيقول مجموعه وتكتلات واضحه جدا، والدفاع عندنا في شويه ثغرات او في شويه هفوات، لكن برجوله بعض اللعيبه الثانيه لو في واحد غلط الثاني بيغطي مكانه، الثاني حتى لو ساب اللاعب اللي معاه اللي هو المفروض الكره لو دخلت من اللاعب اللي هو سابه ده كله هيلومه، وفي حين اللاعب الفاضي الاخطر لو الكره جت جون ما كانش هيلومه، هيلوم صاحبه، لكن بيروح للاخطر. ودي حصلت في هجمه هبدا بها الكلام اللي انا هتكلم فيه في النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه لماتش مصر واسبانيا بالذات. والهجمه اللي اتلعبت من مين؟ اتلعبت من لامين يامال لاولمو. اتفرج وبص الحركه ما بين اولمو وما بين فرنان توريس. فرنان توريس اللي ماسكه بتتكلم عن اتنين من قلوب الدفاع، سواء كان حمدي فتحي او سواء كان ياسر، هو ما بين الاثنين، اعتبروا مكان حمدي فتحي اللي هو سنتر باك جامد الشمال، واللي ماسك اولمو في الوقت ده هو مروان عطيه. طب في الوقت ده اولمو بدل مكان فران توريس، فران توريس راح في وسط الملعب، ما راحش معاه حمدي فتحي عشان بيلعب دفاع منطقه وفضل واقف مكانه، لكن اولمو اتحرك في العمق او داخل منطقه ال 18 واتحرك معاه مروان عطيه، ممكن لانه خايف ان محدش هيرحل او مفيش وقت ان هو يتكلم حمدي فتحي ان هو يرحل يمسك المان بتاعه وهو ياخد المان اللي كان ماسكه. فممكن دي تكون هفوه مروان عطيه او حمدي فتحي ما كلموش او هو ما خدش باله او هو ما عملش سكان كويس، لكن لازما يكون ده كلام من المدير الفني. لازما حسام حسن من بعد ماتش اسبانيا خلاص مش خلصنا المعسكر وخلاص، لا ده احنا كمان 3 شهور هنلعب كاس العالم، لازم الانفاضات اللي حصلت دي يتكلم فيها. بس تعالى اكمل لك الهجمه. بعد لما اتحرك اولمو فحمدي فتحي فضل مكانه فخد اولمو، لكن مروان عطيه برضه راح مع اولمو. في الوقت ده فران توريس بقى لوحده، اولمو في الوقت ده اتلعبت فران توريس جون، فتح قدامه المرمى كامل، لان فران توريس دلوقتي بقى لوحده لان حمدي فتحي ومروان عطيه الاثنين على اولمو. فدلوقتي ايه اللي حصل؟ مهند لاشين اللي ماسك المان بتاعه اتحرك لان شاف الخطوره الاكتر هتكون على فران توريس، وكان ممكن اولمو بدل ما يلعب على فران توريس يلعب على المان اللي كان مع مهند لاشين، لكن مهند لاشين بكل تضحيه راح على فران توريس بسرعه وشات الكره واتقطعت. لازما هنا يكون في وقفه من كابتن حسام حسن، هي اي نعم ما بين اللعيبه وبعضها، والوعي التكتيكي اللي عمله هنا مهند لاشين يحسد عليه. وبرضه عايز اتكلم في الحته دي من امام عاشور، كسر امام عاشور ان هو يرجع مع المان بتاعه في الكوس اللي قدام ال 18، بالنسبه لي لازم برضه يتكلم فيها حسام حسن مع امام عاشور، ما فيهاش هزار، لان انت هتلاعب منتخبات كل اللعيبه بتاعتها بتهاجم، خصوصا في وسط الملعب، حتى الديفندر اللي ماسكه صانع اللعب، حتى الديفندر اللي ماسكه صانع اللعب لازم ترجع معاه طالما هو في مناطق خطره، وطالما هو في الباك باص هيقدر ياخد الكره بارتياحيه. كابتن حسام حسن لازم يعرف اللعيبه ان في حاجه اسمها ترحيل، في حاجه اسمها تاخد مان بتاعي واخد مان بتاعك طالما احنا بنلعب بدفاع منطقه، لان لو انت هتلعب مان تو مان وكل لاعب هيتحرك مع اللاعب بتاعه بحركه بسيطه زي اللي حصل ما بين فران توريس وما بين اولمو ممكن تتضرب بسهوله جدا. في شويه قرارات في الملعب كانت ممكن تبقى افضل من كده، منها القرار اللي حصل من مروان عمر مرموش لما امام عاشور عمل دعم مع اسلام عيسى وزيزو وخدوا الكره وقدر يعدي اولمو ولامين يامال وراح وخلاص بقى في منطقه ال 18 وسهله جدا، بقت في زياده عاديه وفي مساحات في وقت كتير في الملعب. طالما في زون ديفنس او طالما في مناطق فيها زياده عدديه، سواء كان الزياده عدديه في الثلث الاول او الثلث الثاني او الثلث الثالث، لازم أن يكون السبورت ولازم أن يكون الدعم من اللاعب ان هو يقرب على اللاعب اللي معاه الكوره عشان يقدر يخلق حلول، علشان في مساحات ضيقه ومش هتعرف تعدي، حتى لو انت عديت اللاعب الاول هتلاقي اللاعب الثاني على طول بيقابلك، هتبقى الموضوع صعب. لكن في المساحات الكبيره لازم تتحرك في المساحه، لانك انت قربك للاعب اللي معاك فانت كده بتقلل له الاوبشنات اللي ممكن يعمل بها حلول. هنا عمر مرموش كان لازم يتحرك ويسحب معاه مدافع اسبانيا شمال الحارس ويمين امام عاشور، لكن لان عمر مرموش فضل في الكرة فصعب الخيارات لامام عاشور اللي بدا مش عارف يشوط ولا مش عارف يباص ومش عارف يعمل ايه، راحت
جت وراحت، وفي الاخر عمر مرموش شاط الكوره وجت في العارضه، لكن كانت ممكن تبقى افضل لو عمر مرموش سحب اللاعب، لان هنا لا اما هيفتح زاويه تمرير من لامام عاشور اللي هيلعب له في المساحه، او هيسحب معاه المان فهيفضي مساحه لامام عاشور اللي ممكن يعدي اللاعب ويفتح له زاويه تصويب على الحارس. لكن كمجمل احنا برضو الناحيه الدفاعيه زي ما عملناها في افريقيا ما شاء الله لا قوه الا بالله، حسام حسن بيعرف يعمل ترحيلات سواء كان في الخمسة 4-1 او سواء كان في الاربعة 5-1. في جميع الاحوال احنا بنأدي اداء محترم جدا في الحاله الدفاعيه، لكن لسه وهيفضل لسه عندنا مشكله في التحولات، ولازم كابتن حسام حسن يشتغل عليها لحد كاس العالم. لسه عندك ماتش البرازيل، وفي كلام ان ماتش تاني غير البرازيل او هنستكفي ماتش البرازيل، لكن في العموم لازم يكون في تغيير، لازم يكون في نمط زي ما شفنا في ماتش السعوديه. فكره حسام حسن ان هو بيعمل اوفرلود في منطقه ويفضي الجناح اليمين ان هو يتلعب عليه، او الجناح الشمال لو انت هتلعب ناحيه اليمين، فكره محترمه جدا وعملها في ماتش السعوديه، وكان حاول يعملها في ماتش اسبانيا، لكن في النهايه اسبانيا قريتها شويه، ديليفونت قراه من ماتش السعوديه وبيقفل. انت بتدعم او بتلعب الاوفرلود كله بانك بتسحب السنتر فورورد بتاعك اللي هو عمر مرموش ناحيه الكوره، لان الكوره كانت في الوقت ده مثلا فتوح بيلعب رمي التماس وكانت ناحيه شمال، وبرده موجود الوينج اللي هو اسلام عيسى، وبرده موجود اللاعب رقم 8 اللي هو امام عاشور، وبرده موجود الاثنين السته سواء كان مهند لاشين او سواء كان مروان عطيه، وكله جاي يمت الكوره ومفضي وفتح الملعب بزيزو. في الوقت ده لازم حسام حسن يفكر ان هو لازم يكون عنده اوبشنين، لاعب زي اللي عملها في ماتش السعوديه، لاعب بيلعب بيمينه عادي جدا وامام عاشور بيلعبها في المساحه لزيزو، ولازم يقوم بفكره تانية زي اللي حصل، ولازم يفكر بفكره تانية زي اللي حصلت في ماتش اسبانيا ان هو مقفول عليه، فلازم يكون مهيئ فتوح ان هو ياخد الكره الثانيه من امام عاشور، او ياخد الكره الثانيه من اسلام عيسى، او ياخد الكره الثانيه من اي لاعب وهيلعب له الكره. وفي الوقت ده اللاعب الاشول هتبقى الزاويه بتاعته افضل، والسويرف هيلعبها بصوره افضل، وممكن يلعبها برده في المساحه. فلازم يهيئ ناحيتين، لان مش في جميع الاحوال هيبقى الخصم سايب لك الامور دي ومش قاري طريقه لعبك، او لو حتى لو فضل لاعب زي ديليفونت لما عمل لامين يامال مستني الكره اللي هي ممكن تروح لفتوح، مش لازم فتوح اللي يلعب الكوره، مش لازم الباك شمال اللي يلعب الكوره، ممكن السنتر باك اللي يلعب الكوره وتتلعب السنتر باك يلعبها مثلا للوينج او يلعبها للاعب اللي يسند عليه، ويروح ملاعبها للاعب الاشول اللي هيبقى مكان السنتر باك اللي هو هيبقى فتوح في المكان في الوقت ده، ويلعبها في المساحه لزيزو او هيثم حسن. وانا وجهه نظري قلت فيها الاوفرلود تو ايزوليت، لو اللاعب بيلعب بقدمه العكسيه هيبقى افضل. يعني في الوقت ده لو محمد صلاح او هيثم حسن هيكون افضل من زيزو، طالما المبدا كله في الاوفرلود تو ايزوليت عشان يبقى القدم بتاعته القويه يمه المرمى والخطوره تكون اكتر. لكن في المجمل ثقه كبيره جدا انك تكسب السعوديه وتتعادل مع اسبانيا، ثقه كبيره خصوصا لحسام حسن، ثقه كبيره للاعيبه، كل اللعيبه تتمنى طبعا ان حسام حسن ياخدها في كاس العالم. اسلام عيسى ممكن من اكتر الناس اللي فرحانه، اللي كان قبل المعسكر ده هو مش متواجد مع حسام حسن اصلا، وفي المعسكر ده متواجد مع حسام حسن قبل كاس العالم، اللي يتمنى يفضل، خصوصا حسام حسن لعبه في الماتشين كاساسي. واسلام عيسى حتى لو بالكره في اوقات في قرارات مش افضل حاجه، لكن يظل هو ده البروفايل اللي حسام حسن بيحبه، اللاعب الراجل، اللاعب اللي يقوم بدوره الدفاعي على اكمل وجه، اللاعب اللي الناحيه حتى لو عنده الناحيه الفنيه في اوقات فيها قصور لكن بيعوضها بالناحيه البدنيه، بيعوضها بالرجوله. حسام حسن بيحب البروفايل ده، بيحب تريزيجيه بسبب كده، بيحب اسلام عيسى بسبب كده، فاتوقع اسلام عيسى حاجز مكانه في كاس عالم 2026.